لما شفت كل الفيديوهات دي لمحمد علي؟ هتسيب بيه في ايه؟ يعني حسيت ايه؟ هيز كلاون. هيز كلاون. هو هيز كلاون طبعا. مش انت بتتكلم على الغلابه؟ هات الملايين اللي انت خدتها وزعها على الشعب بدل ما انت طالع عامل تعمل فيها ذكر. انت مش كان عندك شركه مقاولات؟ عملت لهم ايه؟ بنيت لهم؟ علمتهم؟ الثوره اللي انت بتطالب بيها دي بعد ما هنعملها وهننزل الميدان هنعمل ايه؟ هنقعد بقى ونقعد نغني؟ هتنزل سعر الدولار؟ هتشغلهم؟ هتاكلهم؟ ولا هي هتخلص عند ميدان التحرير زي اللي قبليها؟ ما هو بالعقل. وبعدين 8 سنين اتنفخنا تختلف او تتفق معايا، اتنفخنا عشان ما صبرناش. هنعيد تاني؟ وبعدين ابص على اللي بيكتبوا الكلام، عيال صغيره يا ابني، وانا في سنك ما كنتش هقدر اتكلم لان ما عنديش خبره. بس مش كل الكلام كان وحش يا احمد. لا 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 لا, لا. الحمد لله اللي خلاني اطلع معاكم النهارده، اللي الحمد لله انا لقيت. انا بعت لكم فويسات جايه من ناس ما اعرفهاش ومش من مصر حتى، من بره وناس كبيره. كنت بتقول لنا على واحد في امريكا يا باشا. احنا حزب الكنبه، احنا اللي ساعه الثوره ما نزلناش، ملناش دعوه، قعدنا حمينا اهالينا. وانا ما عنديش واسطه. انا ابويا يوم ما تعب كان عايز يركب دعامات، طلبنا علاج على نفقه الدوله، طلعوا لي 3000 جنيه وعلاجه كان ب 90,000.